يا صباح الورد على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مرة تشوفيني، انا اختك سحر ودي قناتي قناة روتينات، يا رب تعجبك. متنسيش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا الكومنت واللايك اللي بيدعموا القناة ويفرحوني. آه النهاردة روتين رغي اكتر من ان هو يكون في حاجات كتير. طبعا تشجيع عشان خاطر المواعين. وفطار حلو قوي ليوم الجمعة، يعني ما فيهوش تفاصيل كتير. عشان ما تزهقوش، وفي نفس الوقت برضو عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات كده، هل انزل لكم كل يومين او 3 ايام عشان ما تزهقوش مني. حاسه ان انا اليومين اللي فاتوا دول عملت معاكم حاجات كتير، ولا انزل لكم يوميا زي ما عملت كده اليومين اللي فاتوا. عرفوني واكتبوني في الكومنتات، حابين ايه اكتر، انزل لكم كل يوم ولا كل يومين فيديو. وقولوا لي بقى مقترحات كده وافكار للفيديوهات الجايه لو حابين مثلا حاجه معينه نعملها مع بعض. انا كنت هعمل لكم النهارده كده، كنا هنعمل فلوج خروجه، بس يعني مش عارفه ليه كل لما اجي اعمل حاجه على الكوره، مع اني مش ببقى يعني ما بقى يعني مش بتكلم في المواضيع كتير، بس ما بتحصلش. يعني باجي اعمل لكم حاجه او انزل فيديو ما بينزلش في ميعاده، نقول الحمد لله طبعا. آه، اجي مثلا اعمل حاجه ما تحصلش، نقول الحمد لله. ده بقى كان يوم الجمعة الصبح. بحب اعمل لهم كده فطار ايه واحنا متجمعين، يعني انا والبنات انا وكمان ايه الحاج صاحب البيت. فبحب اعمل فطار متين كده. اول حاجة قلت احضر الحاجة كلها وبعدين ايه ادخلها على البوتاجاز. الحمد لله المطبخ نوعا ما نضيف، مفيش بس غير مكان العشاء اللي احنا اتعشيناه بالليل، اللي هو لما كنت عامله معاكم الطرب والرز البسمتي. كان كام طبق كده حاجات بسيطه مع فطار بقى المواعين. قلت لا بقى نغسل ونخلص الحاجه، لان كان طبعا الخطه ان احنا ايه خارجين وكنا هنتغدى بره، خروجه العيد يعني، الخروجه اللي بعد العيد، لان مش كل الوقت بنحب نخرج بصراحه في العيد لان بيبقى زحمه قوي. حضرت كل حاجتي كده. وقولوا لي بتعملوا ايه في الاجازه، عشان في ملل رهيب، في ملل رهيب والله. من فعلا المدرسه بتشغل وقتهم. وطبعا مفيش تمرينات لغايه اول الاسبوع ان شاء الله، فتحس ان هم جالهم اكتئاب وجابوا لي اكتئاب من قبل اصلا الاجازه ما تبدا. جبت فول، وطبعا اللبن اساسي الحمد لله. وجبت طاسه كده، حطيت فيها شويه زبده وحطيت فيها شويه بصل. وهعمل لهم بقى ايه، معرفش بتقولوا عليها بيتزا، بتقولوا عليها عجه، بتقولوا عليها اومليت. شويه بيض بقى بالخضار تحفه. بصل وطماطم، بصل وطماطم وكمان فلفل. فلفل بقى الوان، اخضر احمر اصفر، اللي عندك حطيه، يعني اللي عندك حطيه. ما توقفيش نفسك على حاجه معينه. ولو عندك بصل بس بشويه فلفل حلو قوي، ولو عندك فلفل بس كده وعملتيهم برضه هيبقى حلو قوي. يعني اختيارات كتير، يعني بلاش تقفي على الاصل الاكله اتعملت كده يبقى انا لازم اعملها كده. لا، مفيش حاجه بتقول لازم. لو وصلت بقى معايا لغايه هنا، يا ريت ما تنسيش تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا الاشتراك هتنوريني، وطبعا الكومنت الحلو واللايك بتاعك الجميل. آه كنت هنا بقى سخنت الفول وحسيت ان الفول هيسخن بسرعه قبل البيض فطفيت عليه. وحطيت كمان على فكره التركه دي عارفاها من واحده صاحبتي، بحط شويه لبن كده صغنطتين على البيض. بيغيروا طعم الاومليت احلى كتير بصراحه. طبعا فلفل اسود، كمون، الملح بتاعك طبعا على حسب ما بتحب الملح كتير ولا قليل. سخنت هنا بقى هسخن اللبن تاني والفول. حطيت بقى، نزلت بالبصل وزيت بقى، وهنزل بالفلفل. وكلي بقى احلى فول برضو بتقولوا عليه اسكندراني، فول بالخضار، على حسب ما كل واحد ما بيقول طبعا مسمى الاكل بتاعه ايه. شويه بقى ليمون كده حلوين، عصرهم جوجو. عايزه اقول لكم برضو الفتره اللي فاتت ده شويه كمون حطيته مع الفول. وعايزه اقول لكم برضو انا كنت مرحومه الفتره اللي فاتت، انا تقريبا من ايه
مش من الفيديو اللي فات، لا الفيديو اخر فيديو نزلت بيه بالمواعين بتاعكم. كان بقالي فتره بصراحه كذا يوم البنات هم بصراحه المتوليين قصه غسيل المواعين. شايفين ما شاء الله البيض، اللهم بارك بصراحه. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايدينا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى عشان التريك هنا اكيد طبعا احنا ستات بيوت بس احنا بنشجع بعض، واللي مش عارف طبعا اكيد يعرف. إيه عشان ارجع البيض تاني في الطاسه ياخد بقيه اللون من الناحيه التانية او الوش الناحيه التانية، بحط كده ايه نص معلقه زبده بحيث الطاسه ما تلزقش منك، حتى لو كانت تيفال او جرانيت يعني. هنا بقى طبعا صبيت اللبن، بتنجان بقى وفلفل مقلي والفول والخيار، وادي كمان البيض اهو. فطار تحفه متين بصراحه يعني. بحب اعمل له بروق عليهم كده يوم الجمعه. آه، هنا بقى دخلت على المواعين، طبعا كان شويه مواعين كده صغنطاطين. بس قلت لا عشان خاطر ايه المواعين ما تكترش في الحوض. طبعا بفكر نفسي وبفكركم معايا ان يوم الجمعه يعني احلى حاجه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني طول ما احنا قاعدين كده نحاول كده من بدايه ليله الخميس لغايه يوم الجمعه كده نصلي على النبي على قد ما نقدر. يا رب كده صلاة نحل بيها العقد تنفرج بيها جميع الكرب، اللهم امين يا رب العالمين. وقولوا لي بقى كده بتعملوا ايه بقى في حالة ملل في الجو رهيبة. مش عارفة ايه كمية الملل. ومش انا يعني انا كنت متخيلة ان انا بس اللي في الموضوع ده، لا في ناس كل ما اتكلمت لك لا في حالة ملل كده في الجو رهيبة. مش عارفة في ناس كتير بتقول لك بيرشوا حاجة في الجو. بيرشوا حاجة في الجو ايه مش فاهمة والله. بحس ساعات اقول ايه والله ممكن يكونوا فعلا بيرشوا حاجة في الجو. جايبة للناس كمية اكتئاب وكمية ملل. انا مش عارفة هل بقى من الضغط اللي كلنا بقينا فيه. والله كان الاول بيبقى الضغط اكتر على الراجل، دلوقتي بقى الراجل والست اكتر. يعني ربنا يرحمنا مش عارفة في ايه بجد والله حالة ملل رهيبة قوي. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الطرب اللي انا كنت عاملاه معاكم امبارح. يا رب يكون عجبكم كده، ويا رب تكون الفيديوهات طبعا اكيد يعني بتمنى من قلبي والله الروتينات اللي انا بعملها تكون بتعجبكم ولو بتفيدكم حتى ولو 1%. كان احلى حاجة بقى لما تدخلي تلاقي المواعين قليلة قدامك وتخلصيها على طول. وقولوا لي بقى كده في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات بتتعاملوا ازاي مع سن ال15 سنة ده. يعني سن ال14 وال15 ده سنة ده، عارفة بتحسوا بقى الولد والبنت لا احنا كبرنا، احنا لينا رأينا. ويحس بقى كل حد فيهم ولد او بنت يعني يحس ان هو بقى خلاص بقى رجله شالته على رأي اهالينا زمان، وخلاص بقى انا الكبير، انا الكبير على رأي ميكي. بجد والله بتعملوا ايه الموضوع صعب قوي. ومش زينا زمان يعني مش زي الجيل بتاعنا اللي هو بقى جيل التمانينات ده، لا مش زي الجيل ده يعني. الجيل ده يعني حرام اتحط شاف كل حاجة، شاف كل حاجة. زي ما يكون كل الكوارث كانت مستنية الجيل ده والله. مفيش حاجة يعني هما كانوا مستنيين جيل التمانينات ده يتولد عشان يوروا كل حاجة. ثورات وحروب ربنا يعافينا يا رب، وغلو فاحش او بقى في حياتنا لا سمعنا ولا شفناها. كل حاجة تأجيل مدارس، عيال مش عارف. طبعا انترنت مفتوح على الدنيا كلها. حتى الذكاء الاصطناعي كل حاجة اتعملت في الجيل. شفنا كل حاجة الحمد لله. فقولولي بجد الموضوع صعب قوي موضوع السن ده في ظل الدنيا المفتوحة على بعضها ده. احنا بنحاول نوعي والله يعني اخلاق دين بنتكلم في حاجات كتير والله. بس بجد الموضوع صعب وانا بقولها لناس كتير بصراحة، إن كان في الشغل ولا مع اهلي بقول لهم والله بقول لهم ان تربية الولاد دلوقتي والله بجد اكتر من الجهاد في سبيل الله. بجد التربية ان انت تطلعي كده سواء ولد ولا بنت، تحاولي ان انت تربيه تربية سليمة، تربية يعرف فيها. ما بقولش بقى ما بحبش قصة العيب اصله ده عيب، لا. ان انت تطلعي مش قصة عيب او مش عيب ان انت تمسكي ابنك او بنتك تقول لهم ده
حرام وده حلال، هي دي اللي بتفرق يعني. دايما كده نوعي ولادنا ونفهمهم ان اي حاجة بيعملوهم آه، بيعملها الولد او البنت لازم يحط كده ربنا عز وجل قصاده. هل ينفع اعمل كده ولا ما ينفعش؟ هل لما اعمل كده ربنا هيبقى راضي عني ولا مش راضي عني؟ بس بجد انت يعني انا بتكلم بقى عن نفسي. انا بحس ان انا بقاوم يعني حتة الحرام والحلال في ظل دلوقتي ربنا يا رب، احنا فعلا في اخر الزمان. يعني انا مش عارفة ممكن يجي علينا ايه اكتر من كده. في حتة ان كل حاجة مباحة. للأسف 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 يعني احنا بنقلد الغرب تقليد أعمى. تقليد أعمى، وما بناخدش الحاجة الحلوة. للأسف بناخد الوحش ونعمله. فربنا يا رب يحفظ ولادنا وبناتنا، ودايما كده نعرف ولادنا ان في حرام وفي حلال. في حاجات ينفع نعملها، في حاجات ما ينفعش نقرب لها اصلا. فربنا يا رب يحفظ ولادنا وبناتنا اجمعين يا رب العالمين. دي بقى الصينيه اللي انا كنت عامله فيها الطرب. وفكره بصراحه ان انت تحطي حاجه تحت الاكل اللي انت هتشويه، او ان انت هتحطيه في الفرن، دي قصه هايله جدا. الحمد لله انا خدت بالي. انا كل ما ابص عليها اقول الحمد لله. طبعا كده دعكتها كذا مره. الاول طلعت منها الدهون، وبعدين نزلت بيها بالمية السخنة عشان تساعد بصراحة. وغسلتها كده كم مرة لغاية ما الحمد لله نطفت معايا وبقت زي الفل. دي اصلا الصينية بتاعة الفرن الكهرباء. حلوة، او بخبز عليها برضو حلوة قوي. الفرن الكهرباء بصراحة انا بحس ان حتى في المكرونة بالبشاميل افضل كتير من الفرن الغاز. بس طبعا يعني لا غنى عن الفرن الغاز لان هي كبيرة بصراحة ما شاء الله يعني. بتشيل كتير. الحمد لله بقى هنا كده خلصنا. يا رب ما اكونش ضيفه تقيله عليكم كده وبرغي في كلام كتير وبضايقكم. لو وصلت معايا طبعا لغايه هنا شكرا جدا. بشكر لكل حد دخل امبارح، دخل لي اكتر من اخت او اخ، فشكرا جدا. يا رب كده دمتم في رعاية، سيبكم كده في رعايه الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه. باي باي.